شغال. بصوا بقى النهارده انا معايا هعمل ايه. الحنه، هبتدي الحنه انا بعمل لها خلطه كده ايه معينه اني عشان تفعل يعني تديني نتيجه حلوه. معايا هنا اول حاجه معلقه خل، او هحط معلقتين بس مش هحطهم دلوقتي في قلب الخلطه دي هتتحط دايركت على الحنه هي والليمونه، فانا مش محتاجه دول دلوقتي، هركنهم. ومعايا هنا هاخد اسمه مسمار او قرنفل ايا كان على حسب كل مكان ايه. ودي حلبة حصى عاديه، حلبة حصى خالص اهي. حبوب الخردل، ده ورق سدر مطحون، ده روزماري، ده كركديه. وعشان اوقف اللون، يعني اوقف اللون ما اخليش الحنه يكون ليها لون، معايا هنا خلطه الزيت اللي قلت لكم عليها اهي. بصوا انا عاملاها ازاي. يا اما تفجرين ولا ايه؟ لا بس الخلطه دي من الحاجات التحفه اللي انا عملتها بجد وادتني نتيجه حلوه قوي. طبعا انا قبل ما استخدمها برجها، بس عايزه اوضح لكم هنا كده اهي، يا رب يكون واضح. فيها فصوص توم، بس انا هقول لكم ايه. انا دلوقتي بصوا عشان الكميه لسه معايا كبيره، انا مش هعمل دلوقتي لما اخلص دي. قبل ما اخلصها ايه هعمل تاني، بس انا هقول لكم مكوناتها بالظبط. وهي بتتحط كده في مكان ضلمه. دي مخمره معايا، مخمرها بقالي بتاع حوالي شهرين او 3 شهور، بكون مغطيها بالورق كده وعينها في مكان ضلمه. فدي برضو هحطها في الاخر مع الحنه، هرجها واحط منها شويه مع الحنه عشان ما اخليش ليها لون. هنزل هنا كده بمقدار معلقتين كبار من الكركديه، واضح كده. ومعايا هنا الروزماري برضو هاخد مقدار معلقتين كبار كده. بسم الله. وادي معلقه كمان. ومعايا ورق السدر. ورق السدر انا بفضل احطه على الحنه، فانا عايزه اركنه دلوقتي واحطه مع دول كده اهو. شوف انا مركز ازاي. مركز ماشي يا عم مركز. الحلبة برضو هحط بتاع معلقتين كبار. بسم الله. او ازيد شويه عشان الكميه انا عامله كميه ليا وليه، يبقوا 3. حتى الروزماري هزيد معلقه كمان عشان انا عامله الكميه المره دي كبيره عشان تكون واضحه قدامكم اهي. ده بقى من الحاجات الكويسه جدا، حبوب الخردل بتجيب كده من عند العطار. طبعا انا ما بعرفش اطحنها او المطحنه ما بتجيبهاش، فبحطها هنا. باخد كده برضو معيار معلقتين كبار، بملى المعلقه على الاخر. 3 بقى زي الفل. والله ما انا مزعلاه 3، كميه كبيره. القرنفل بقى هنتعامل معاه بحرص شويه لان بيكون حامي، فبيخلي فروه الراس ايه حاميه قوي. حتى لو انا عامله المعلقه اهي مش مليانه، المعلقه مش مليانه للنهايه لان ده حامي جدا، فبيخلي لو زودتي منه بيخلي الفروه الراس تقعدي تهرشي فيها كتير. فالكميه دي كده اهي كفايه. انا كده خلاص الكميه اهي مظبوطه معايا. هدلق عليها الميه. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنزل كده بكميه الميه بتاع حوالي رتل ميه، الازازه دي رتل ونص، فانا هحاول انزل برتل كده تقريبا. هرفعهم بقى على النار ياخدوا غلوه وهاجي اعجن الحنه معاكم. هنا بقى كده انا هبتدي ان انا انزل بيه ورق السدر اهو مطحون اهو. احط 3 معالق عشان عبده ما يزعلش اهو. هو الراجل طحينه اصلا خشن، بس ورق السدر اصلا من الحاجات الرخمه في طحنها، يعني هو اصلا الرخم في طحنه. ازاي؟ عشان بيبقى الورق خفيف جدا، فبخلي الراجل يطحنهولي وانا واقفه. بصوا بقى في حاجه عامله ازاي. عادي تسيبها تعوركم. لا ما كده كده الشعر هيتغسل. ايوه تعوركم. لا وتعورنا ليه؟ انت مؤذي ليه؟ خدي ارمي دي. وهنا كده معايا برضو
معلقتين الخل دول بيفرقوا قوي في تحفيز برضو فروة الراس، ولو في قشرة او في اي حاجة متراكمة برضو بيحفز، بيشيل القشرة. ومعايا هنا ليمونة اعصرها هنا كده. شايفه حاسس ان انت بتعملي اختراع، الحاجات دي كلها تتفاعل مع بعض هتعمل قنبله في الاخر. لا والله الحاجات دي من الحاجات اللي فعلا عدلت شعر فاطمه بنتي قوي قوي قوي. وهحط لكم الصوره برضو، هحط لكم صوره لشعرها الاول، بس محدش يقول كلمه وحشه عليها. واقفه هنا، واقفه وسامعه يا جماعه. كان شعرها جميل وبقى دلوقتي اجمل، صح؟ هروح بقى اجيب الخلطه السحريه. وعشان ما اوقف اللون، انا ما بحبش يبقى فيه لون، باخد من الزيت ده كده اهو. هو بيبقى ريحته صعبه شويه بس الحنه بتداريه كده كده كله هيتغسل في الاخر. هنزل كده بمقدار معلقتين كبار لان المعلقات اتبهدلت. مقدار معلقتين كبار هتوقف معايا اللون. اما اللي حابب اللون يبقى موجود ما يحطش خطوه الزيت دي، يستغنى عنها. الزيت ده بقى مكون من زيت زيتون، زيت روزماري، زيت حلبة. في الديسكريبشن تحت هيبقى احسن. وبعد ما بحط الخلطه كلها وجوز الهند وكل حاجه، هتلاقي كده تحت انا حاطه راس توم كامله شرايح، وبتسيبيها في مكان ضلمه متخمره زي ما وريتك كده بالسلوفان. ده سلوفان عادي بتاع المطبخ او ورق الالومنتان عادي، انا حطيته عليها ورحت لفاه كده. انت بقى تعملي كميه اصغر من دي براحتك، تعملي كميه اكبر من دي براحتك. انا بحب اعمل لها كميه بتقعد معايا بالسنه. حاسس انها تفرقع في وشنا ليه؟ لا مش للدرجه دي، فانا بقعدها معايا من السنه للسنه. فانا بالنسبه لي لسه قدامي بدري على ما دي تخلص، فمش عايزه عشان وعدت ناس معايا في اللايف وعدتهم وقلت لهم لا هنزل لكم الخلطه، مش هقدر ان انا اعمل تاني دلوقتي غير لما الكميه دي تقعد معاها كتير. هتقعد معاها بتاع ما يقلش يعني عن 3-4 شهور 5 شهور. هتقعد كميه كبيره، انا مش عارفه الكميه دي بس هتقعد كميه محترمه يعني. فعشان قبل ما اعمل لازم يكون في مقدار بتاع شهر مثلا، هخزنها سكه اسبوعين. بصوا بقى كده اهي، انا غليتها والمفروض اسيبها تبرد، بس انا عشان مستعجله لان لسه الحنه المفروض برضو تتخمر. الحنه دي المفروض تتخمر. انا اول ما هتبرد مع الحنه انا هشتغل بيها على طول، عشان بس ما اطولش عليكم قوي. بسم الله. تتغلي وتتصفى. هبتدي ان انا اعجن الحنه كده، بنزل حبه حبه لحد ما تتعجن كلها. لا عايزاها خفيفه قوي ولا تقيله قوي، تبقى مظبوطه سمكها مظبوط. ولو عايزه ميه تاني انا هحط ميه عاديه. يعني لازم تتخلط كويس عشان ما تكلكعش. الريحه طلعت كده، ريحه الحنه. بصوا على حسب نوع الحنه اللي متاح. انا كان متاح دي ومتاح واحده تانية، بس انا اشتغلت لها يعني بالحنه، يعني على حسب كل واحد المتاح عنده ايه. انا بخلي باباها يجيبها لها من الامارات، ف ما بحبش بصراحه اجيبها اللي هي السايبه عندنا، مش قد كده. لازم يكون عطار موثوق فيه او من مكان موثوق فيه. هي عامه الحنه مش غاليه قوي، ولكن بتبقى فيه حنه مش مظبوطه، مش اصليه. مش عارفه بقى بتتباع في الصيدليه ولا لا، بس لو عندك عطار كويس هيقدر يجيبها لك حلوه. هنا في مصر تقولي له الحنه السوداني. خدي يعني الحنه خلاص دي مش محتاجاها.
يا بنتي كان شعرها فيه فراغات كتيره قوي قوي. دي عبت فراغات كتيره. مع ان انا ابتديت اول ما ابتديت اعالج لها شعرها، بدات اني اعمل درم بس على خفيف قوي. الدرم اللي هي الرول عملتها على خفيف قوي قوي قوي، عشان ان انا لما اجي احط الخلطه تشرب معايا كويس. بس انا حتى لو ما عملتش الدرم، بس هي عشان كان عندها فراغات كتير قوي في شعرها، فانا دلوقتي خلاص الحمد لله مش محتاجه لها الدرمه. وبعدين بقصه لها كل شهر كمان. ونصيحه مني يعني جربي قيسي الشعر قبل الخلطه دي، وبعد الخلطه جربي قيسيه. ان ما كانش من سنتي ل3 سنتي من مره تقولي كدابه. لما تعتبريني فاطمه امي عشان شعري بدا يقرع. انا مالي ومالك؟ ما انا جيت اعمله لك قلت لي لا دي ريحتها صعبه مش صعبه. لا بجد انا بقيت انا ما بحطش القرف ده على دماغي. ما تحطش القرف ده على دماغك؟ طيب عايز ايه تاني بقى؟ انت بتقول ما بحطش القرف ده. البنات بقى بتستحمل ليه؟ لان هم عايزين شعرهم يبقى حلو. انا اقرع بشرف ولا احط ده. خليك كده اقرع. وبعدين انا بشلها الريحه لو هو في ريحه. هو دلوقتي ريحه الحنه تتغسل عادي، هي ريحه حنه. انما لو حاطه بصل او ماسك حاجات تانية بتبقى ليها ريحه نفاذه زي ده كده. دي ريحه نفاذه لان التوم فيه. بغسله لها عارفين النسكافيه اللي هو البلاك، بحطه على كوبايه ميه دافيه مع شويه بتاع ده عسل، واعمله لها خلطه كده واغسل لها شعرها بيه. مفيش اي حاجه. ده ريحته حلوه، ده بيبقى ريحته جميله جدا. ويا سلام لو ميه خيار مع النسكافيه برضو تخلي ريحته جميله. انت من الصعوبه اللي انت بتقوليه؟ بجد والله. والله. او خلي ميه. ايوه ببشره كده ناعم او اضربه في الخلاط، بتنزل الميه بتاعته، بحطه في شاش او حاجه واصفيه وانزل الميه، وبتبقى عادي جدا. وانزل عليه معلقه النسكافيه، وبيبقى الشعر كمان مترطب. فتله الشعر تبقى ناعمه جدا. الصابونه ب2.5. ما بقاش في صابونه ب2.5 كده. خلاص انا هسيبها بقى ايه تبرد وتخمر مع بعض. يعني انا كده ايه ضربت عصفورين بحجر واحد عشان الوقت. الخمر بتاعها مش هيقل من ساعه لساعتين، ولو حابه تعمليها من بالليل هيكون افضل بكتير قوي 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 قوي. يعني انا اغلب الوقت بعملها لها قبلها من بالليل، واشتغل تاني يوم الصبح اول ما بتصحى، عشان بتقعد في الشعر من 4 ل6 ساعات. دي اقل حاجه عشان تديكي النتيجه حلوه. اللي يعرف يبات بيها يبات بيها، بس هي فاطمه بنتي ما بتعرفش تبات بيها، فبحطها لها من 4 ل6 ساعات بعد ما تخمر. لازم دي تخمر عشان الحنه تطلع اللي فيها. هسيبها كده تخمر ونرجع نشتغل بيها. هبتدي كده بقى واقول بسم الله. هاخد كده الجذور اعبيها كويس جدا. ابتدي اخد خصله خصله. ابتدي كده اعبي الشعر كله. انا عندي الفرشه بتاعتها، بس انا بصراحه بفضل اعمله كده بايدي عشان اكون متاكده ان ايه كله شارب من الحنه اهي. كل معبيها كلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
بصوا كده هنا انا قربت اخلص اهو كميه. حابه بس اوصل رساله لكل من دخل لي بقى على حساب التيك توك ويقول لي ان شعرها باروكه. في طفله هتحط باروكه في شعرها؟ اقول لك انا اللي بيقولوا كده. اقول لك اللي بيقولوا كده. بص ليه؟ كده على فصل شعرها من هنا مالها؟ تحسيه بلاستيك. لا هي عارفة عشان ليه؟ بسم الله ما شاء الله الشعريه متغذيه. لا غير كده. ما الحنه دي دورها بتعمل ايه؟ بتغذي. ايوه شعرها بلاستيك بقى، تحسيه شبه الشعر بتاع الباروكه زي اللي انت كنت جايبها بنت كمان زي ما قالت. لا والله ما شاء الله هي شعرها بقى متغذي. انا لما انزل لكم الصوره هتعرفوا الفرق ما بين دي وما بين دي. الحنه دورها ان هي بتغذي الشعرايه. بس لو مفيش شعر يبقى طبيعي يبقى اسود قوي كده ما شاء الله انا مغذيه شعرها دي حاجه. وبعدين انا كنت من تقريبا سنه كنت عامله لها ترميم. هو كده كده خلاص يعني طلع من شعرها، بس لازم اغذيه لان انتوا عارفين ان الترميم بيبوظ الشعر. انما بقى حد يخش يكتب كلمه ملهاش لازمه ويقول لي دي باروكه. لا مش باروكه اهي، فروه الراس باينه جدا اهي، وادي سماكه شعرها باينه جدا. هو الله اكبر. الشعر بقى متغذي. معلش حقك عليا. فتله الشعر بقت متغذيه. هو طبيعي بيتساقط زي اي شعر بس ما بيزيدش عن ال100 شعرايه في اليوم. هو الشعر الطبيعي بيتساقط 100 شعرايه؟ ده طبيعي. طب انا شعري فيه كام 100 شعرايه؟ لا هو الحد ادنى يعني كده ايه الطبيعي ان يقع 100 شعرايه. ده كده طبيعي، امر طبيعي. فهو ما بيزيدش يعني. انا عندي لا ما بيتساقطش كتير بالرقم ده، ولكن انا بحاول بقدر الامكان ان انا اغذلها شعرها. انا على الخلطه دي شغاله بقالي قد ايه؟ تقريبا سنه. هي اللي عملت في شعرها كده خلت الصور الفرق الشعريه سميكه. والله كل اللي يخش يقول لي انت ايه مركبه لها اكستنشن، لا دي باروكه، لا يا جماعه والله اهي. فلما قلت دي خلطه الكل قال لي اعملي لنا الخلطه. طب ماشي اهي والله الخلطه انا فعلا بتعامل معاها كده لان انا اهم حاجه انا ما عنديش غيرها يعني. اهم حاجه يكون شعرها متغذي. ما عنديش بنات تانية. انت ليه حاطط نفسك في الموضوع؟ ما عنديش بنات تانية يعني. انا بنوتي لازم اهتم بيها حتى لو معايا 10 ههتم بيها. طب وولادك ايه؟ ما انا بعمل لك اللي انت عايزه. خدام مستفز. بس يا تسيب البيت، سيب البيت يا دي غلس. انا قاعده محترمه. البت قاعده لك باحترامها وساكته خالص. خدام مستفز قوي. معلش يا بنتي استحمليه. السوق الله اكبر الله اكبر. انا علشان احفز العيله اني اعمل لها الخلطات دي لان مش كل الاطفال بيحبوها. انا عشان احفزها ليها انا كنت الاول بعمل ايه يا تومي؟ بتغسلي شعري. بقيس لها شعرها ورا كل يعني قبل الوصفه وبعد الوصفه نلاقي النتيجه فوريه. بقت مبسوطه جدا. لا اعمليها لي. بقت هي اللي انا لو كسلت انا زي اي حد ممكن اكسل. لو كسلت لا قومي اعملي لي شعري، اعملي لي الخلطه، انا عايزه شعري يطول بسرعه، عايزه شعري يتقل بسرعه. الله اكبر الله اكبر. فعلا لقينا النتيجه على طول. انا بقول لكم الشعر ده انا كل شهر تقريبا بقص الاطراف بتاعته لان هي يعني مش عايزينه اطول من كده كتير عشان هي بتبقى دايما سايباه. هي ما بتلمش شعرها بتسيبه. بصوا ما شاء الله الشعرايه بتتغذى اهي. انا مشبعاها بالحنه خالص. استني يا تومي ارفعي رقبتك شويه. مشبعها بالحنه اهي وهروح لماها كده بالشكل ده. احط المشبك. طبعا الحاجات دي مخصصها لها للوصفات بتاعتها اهي كده. مش عايزه تقفل. بس كده اظبط تاني اهو. مش مخليه في كده ايه هفوه اهو. ما فيش كتير. رجعي لي بدماغك كده. ميه بقى. عارفين الحته اللي قدام دي والله كانت فراغ خالص. والشعر كان تحسيه من قدام اقرع. انما دلوقتي ما شاء الله حتى البيبي هير بيطلع باستمرار. ما شاء الله حلو بجد. انا ذات نفسي اتحفزت من بعد ما عملت لها الوصفه دي. بقيت اعملها لنفسي يعني. انا كنت كسليه ليا قوي عايزه اقلع البتاع ده. مش عايزه اتقلع. ما انا بصراحه مش عايزه ايدي تصبغ حنه. كفايه انا مليطاها بالحنه السوداء. انا مش عايزاها تصبغ حنه بصراحه. بسم الله. بلبسها كده البني اهو ومش هستكفى على كده. ما انا همسح لك بالفوطه.
لسه بتظبط لك. اظبط لها بقى كده. اشيل الفوطه دي خاصه بتاعتها هي. يا دي يا غلس. بصوا استنى، انا عايزه اوريهم حاجه. بصوا البيبي هير اصلا اول باول بيطلع ازاي، حتى من ورا كده البيبي هير بيطلع، فبروح ضمك كده اهو. ايوه بالقلم بقى. بس يا ولد قلم الحلاقين والله. نعيمه مالكش دعوه بيها. تعالي كده بصي لينا ننضف بس وشها. انا حاسه بصوا اصلا هي هتبقى طول ما هي قاعده بتتحرك بالفتله. في لف حاجه كده. هنا، حاجه هنا. في حاجه هنا اهو. شلتلك الحاجه اللي هنا. دوري اديني وشك بس، شيلك الزيادات اللي في وشك. انا اصلا بقرف منها. تعرفي منها انت تقومي تغسلي وشك. بصي المنظر جميل قوي. بس يا ولا هلبسها دي كمان. لفي بقى كده كده. هلبسها دي كمان عشان لو في حاجه نقطت هنا تبقى دي ماسكاها لها اهي كده بالشكل ده، والفه كويس. برضو انا لفتي ليه كده وتلبيس البونيه انا عشان اخمر كمان الحنه واخليها تتفاعل. هسيبها كده بقى ايه من 4 ل6 ساعات. تفضلي قاعده مسلوله كده. لو تشوفوها بتتحرك ازاي، بص كده بص كده. هي قاعده متكتفه ومتضايقه. وبصوا بهدلتني ازاي. عشان كده انا لابسه ايه الحاجات اللي هي القديمه مخليها للحنه. فهخش دلوقتي كده ايه حميها. ومش هينفع اغسل شعرها بس، انا هحميها كده واظبطها وانشف شعرها معاكم وتشوفوا النتيجه بجد هتفرق. بصوا بقى انا كده بعد ما حميتها اهي وغسلت لها شعرها تمام، هعمل بقى اجهز معايا الخلطه دي لانها ايه خلصانه. بسم الله. ده روزماري هحط بتاع معلقتين كبار كده في ميه سخنه مغليه، وهحط كمان معاها ايه حبه البركه برضو بتاع معلقه كبيره كده. هسيب الخلطه دي كده مش هغليها تاني، هي الميه مغليه عشان الزيوت اللي فيها ما تطرش. هسيبها كده لحد ما تبرد تماما والروزماري يطلع الخلاصه اللي فيه هو وحبه البركه. ومعايا طبعا هنا ازازه انا غسلاها كويس اهي. هخلص يعني دي تبرد، دي بقى كده تبرد هروح مفضيها مصفياها الاول وافضيها هنا. وكل يوم لما اجي اسرح شعرها بروح بخها كده ايه كام بخ. هربط بقى كده الحاجات دي عينها كده اهي. دي كده خلاص مش عايزاها تاني، هسيبها تبرد خالص واصفيها واوريها لكم. هنا بقى معايا اهي هنشف لها شعرها واحط لها السيرم بس بعد ما انشف شعرها. هنشفه لها بالاستشوار على البارد على اقل درجه. بصوا انا كده بعد ما نشفته معايا السيرم انا بحط الزيوت بقى خلاص. دور الزيوت بتاع السيرم احط كده حبه حلوين كده واعمل كده اوزعه بس ايه كويس. كمل بقى بالاستشوار كده شويه كده بقى. لا خليه على درجه الحراره السخنه. مبسوطه انتي ان عملت لك شعرك النهارده؟ اعملي كده بقى. انكشي. بصي انا عايزاكي تدوري كده. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. هو مش باروكه والله يا جماعه، مش باروكه. شعرها اهو بصوا كده. بصوا اهو شعرها. استنى ما نشوف كده. ولا شعر بنتي اهو. بصوا كده بسم الله ما شاء الله. الشعر بقى جميل جدا. لفتوته بصوا بجد بيبقى ليه كثافه تانية خالص. وعايزه اوريكم البيبي هير باستمرار بيطلع ازاي اهو. بصوا كده هنا هتلاقوا البيبي هير باستمرار متجدد معايا اهو شايفين. بصوا الحته دي بقى فيها لسه ايه تحس ان اللون فيها سيكه بس شويه بيطلع عادي. وعايزه اوريكم البيبي هير بقى من ورا.
البيبي هير لا. اهو كده، ده كان برضو زيه اهو يا واد اتلم، عشان بس اللي بيقول لي اكستنشن باروكه ده تعب سنه كامله، والله تعب سنه كامله، وغير زيوت. وهقول لكم الانتظام اهم شيء، الانتظام هيبقى حاجه ما شاء الله روعه. الفتله سميكه اهي، بسم الله ما شاء الله، ما كانتش سميكه كده، فتله شعرها كانت مكسره. لا يا حبيبي شعر بنتي ده انا تعبانه فيه سنه كامله تعبانه فيه. وعايزه اوريكم بقى على اللي بيقول لي بقى شعرها فيه اللمعه من السيرم ده. انا ما بثبتش على سيرم، بس السيرم ده بنحبه اكتر عشان خفيف، يعني ما بيخليش شعرها مزيت، ما بيخلوش تقيل. لا هو بستخدمه لك كده ايه كل يومين، يومين، لان انا بسيب شعرها بعمل له. يعني انا دلوقتي خلصت الحنه، هعمل له بعد يومين حمام الزيت، اللي هما اليومين اللي هستخدم لها ده وده، اللي هي الروزماري وحبه البركه. برشه لها برضو اول ما بتصحى من النوم كده، لو في شعر هايش ولا حاجه يتهبط بيه، وبس اروح مسرحه لها وحاطه السيرم وبس كده. بجد لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بلايك بقى وشير وسبسكرايب، وهحط لكم الزيوت كلها الزيوت تحت في الديسكربشن، وهحط لكم صوره لتومي قبل وبعد. قبل السنه، اقسم بالله ان شعر تومي بنتي كان حاجه كده، يعني حاجه قصيره جدا، مكرتن، سوري يا تومي، مكرتن مش طبيعي. الزيوت فرقت جدا. اللي هيقول لي عامله الترميم، انا عامله لها الترميم بس من سنه، ففرقت معايا اول الوصفات دي. الجذور اللي طلعت كلها هو شبه اهو كله متساويه مفروده، لان الزيوت دي بتنعم، زبده الشيا بتنعم، اللهم صل على النبي، زيت وسط الهند بينعم. الزيوت بتفرق جامد جدا 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 بجد عن تجربه. هو متعب شويه، واظن باين عليا ان انا تعبت كل ميه بس مش مشكله، المهم النتيجه تبقى مرضيه وتعجبها. انا تمام. قول لهم جربوا الوصفه بضمان مين؟ ماما. بضمان تومي صح؟ مش النتيجه عجبتك؟ النتيجه حلوه قوي. شعري بقصوا لها والله كل شويه يا جماعه، بقصوا كل شهر تقريبا، بس في الايام القمريه، في اللي هي يوم 14 15 من الشهر الهجري، بقصوا لها في الايام القمريه من اول 13 14 15. والاطراف طالعه ما شاء الله عليها اهي، والسماكه من فوق زي تحت، مفيش اختلاف في الشعر. متنسوش بقى ايه؟ باللايك والشير سبسكرايب. نقول لكم ايه؟ سلام.